أيوة يا فريدة. الو يا نور، عامله ايه؟ أنا كويسة، عمالة من الصبح بنضف الشقة مع ماما. خلاص رمضان بيخلص والعيد جاي. انا مبسوطه قوي. وأنا كمان يا فريدة، بس زعلانة عشان رمضان بيخلص، أنا كنت بحبه قوي. وانا كمان يا نور. قلتيلي انتي بتعملي ايه؟ انا كمان نضفت الشقه مع ماما وروقت كل حاجه. شطورة يا فريدة. ما احنا لازم نساعد مامتنا في تنظيف البيت، علشان هي بتتعب كتير قوي علشاننا. ايوه يا نور، كلامك مظبوط. وانا كمان وعدتها اني هساعدها واوضب اوضتي كمان. وانا كمان يا فريدة روقت الأوضة بتاعتي وجهزت بيجامة العيد. ايوه يا نور، انا كمان اشتريت بيجامه حلوه قوي وجهزت الطقم اللي هنزل اصلي بيه العيد. ايوه انا قلت لماما وقالت لي هنقابلكم ان شاء الله في الصلاة. ايوه، عشان نلعب سوا بالبلالين. الله يا فريدة، انا بحب البلالين قوي اللي بيوزعوها علينا، وبنفضل صاحيين لغاية الصلاة. وانا كمان، ناقص بس الكحك هعمله مع ماما. الله يا فريدة، أنا كان نفسي أكون معاكوا قوي وأعمل الكحك معاكوا، بس للأسف مش هقدر أسيب ماما لوحدها، لسه في حاجة ناقصة لازم أساعدها فيها. معلش يا نور، المرة الجاية أهم حاجة تساعدي مامتك. كلامك مظبوط يا فريدة، يلا باي بقى عشان ألحق أخلص الحاجة اللي ورايا. ماشي، وأنا كمان هشوف ماما. يلا سلام. يا فريدة، فريدة. أيوة يا ماما، جاية. حبيبتي قوليلي كنتي بتعملي ايه؟ أبدا يا ماما، كنت بتكلم مع نور في التليفون. طيب يلا يا حبيبتي، انا مرضتش ابتدي في اي حاجة غير لما تيجي. ربنا يخليكي ليا يا ماما، أنا كنت هتضايق قوي لو ابتديتي من غيري. ونور مش هتيجي زي ما اتفقنا علشان تعمل معانا الكحك؟ لا للأسف يا ماما، لسه ما خلصتش تنظيف الشقة مع مامتها. شطورة نور، عشان بتساعد مامتها زي ما انتي كمان بتساعديني. أنا بنبسط قوي وأنا بعمل الكحك معاكي يا ماما. كل سنة وانتي طيبة. وكمان طعمه بيبقى أحلى بكتير من الكحك اللي بنشتريه جاهز. طبعا يا حبيبتي، علشان احنا بنعمله واحنا مبسوطين وبنعمله بحب. بس هو الكحك ده موجود من زمان يا ماما؟ تصدقي يا فريدة ان الكحك ده موجود من ايام الفراعنة؟ بجد يا ماما؟ ايوه، كانوا زوجات الملوك بيعملوا الكحك باشكال كتير جدا، تقريبا عملوا حوالي 100 شكل، وكانوا بيعملوه زي ما احنا بنعمله دلوقتي، وبنقوشوا عليه رسومات مختلفة زي صورة الشمس. الله يا ماما. وكمان لقينا صور لصناعة الكحك في المقابر بتاعتهم، وخصوصا مقابر طيبة ومنف. طب وإيه اللي حصل بعد كده؟ بس يا ستي، وفضلنا جيل بعد جيل بنعمل الكحك وبنطور فيه، لكن الحاجة المشتركة بين كل الأجيال دي هي الفرحة اللي بنحس بيها واحنا بنعمل الكحك. صح يا ماما، أنا كمان ببقى مبسوطة جدا وأنا بعمل الكحك والبسكويت معاكي. أيوة، ومش ناسية البيتيفور اللي بالشوكولاتة اللي انتي بتحبيه. ربنا يخليكي ليا يا ماما، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. فريدة، تعالي يا فريدة. أيوة يا ماما. حبيبتي قوليلي بقى، روقتي أوضتك ورتبتي سريرك؟ لا يا ماما، أنا مش قادرة أعمل أي حاجة، أنا صايمة. ماشي يا حبيبتي، بس مش معنى إنك صايمة إنك ما تعمليش أي حاجة. أيوة يا ماما، يعني إيه صايمة؟ يعني ارتاح، مش أقعد أوضب وأنضف الأوضة. لا طبعا يا فريدة، ده غلط جدا. ليه بس يا ماما؟ أنا مش قادرة أعمل أي حاجة. لا يا حبيبتي، انتي صحيح صايمة، بس مش معنى إنك صايمة إنك ما تعمليش أي حاجة وتفضلي نايمة طول اليوم. لا يا ماما، نور صاحبتي بتفضل نايمة طول اليوم. لا طبعا يا فريدة، ده غلط. الصيام مش معناه إن احنا ننام. أمال معناه إن إحنا نعمل إيه؟ نعمل الشغل اللي ورانا علشان صيامنا يكون فيه بركة. طيب ما أنا هنام وارتاح، ولما أصحى على المغرب أبقى أعمل الحاجات اللي ورايا. ما ينفعش طبعا يا فريدة، ده ما يبقاش اسمه صيام، بالعكس الصيام بيفيد جسمنا جدا وبيحسن من صحتنا كمان. بجد يا ماما؟ إزاي؟ الصيام بيحسن من صحة القلب، وكمان بينظم السكر في الدم، وبيحسن من صحة الجهاز الهضمي، وبيخلينا نقدر نتخلص من السموم اللي في الجسم، وبيزود من تركيزنا، ده غير إنه بيقلل من إحساسنا بالتوتر والقلق. كل دي فوائد الصيام يا ماما؟ أيوة طبعا، ده غير إنه بيزود إحساسنا بالصبر وإننا نقدر نتحكم في نفسنا أكتر. يلا يا فريدة، المدفع هيضرب خلاص. حاضر يا ماما، بس أنا عايزة أسألك على حاجة. انتي كل يوم تقوليلي المدفع هيضرب، وكمان بسمع التلفزيون وهو بيقول مدفع الإفطار اضرب. هو ايه مدفع الإفطار ده يا ماما؟ هو ده مدفع بجد يا ماما؟ بصي يا ستي، المدفع ده موجود من زمان جدا،
وله حكايات كتير قوي، لكن يعتبر أشهرهم وأكتر حاجة معروفة إن أول ظهور لمدفع رمضان كان في القاهرة تقريبا كان سنة 1461 في وقت حكم السلطان المملوكي الظافر سيف الدين. وقتها كان السلطان اشترى مدافع كتير اللي بيستخدموها دي وقت الحرب، وبالصدفة كانوا بيجربوا مدفع منهم في نفس ميعاد الفطار ومع صلاة المغرب. وهنا افتكر الناس إن ده إعلان بميعاد الفطار، وخرجوا كلهم يشكروا السلطان. وقتها استغرب السلطان جدا من فرحة الناس وعجبته الفكرة، فقرر إن كل يوم المدفع هيضرب في نفس الوقت، في وقت الفطار ووقت السحور. ومن هنا بدأت فكرة مدفع رمضان وانتشرت. يا ماما، دي حكاية جميلة قوي. أنا بكرة هحكيها لكل أصحابي في المدرسة. ماشي يا حبيبتي، يلا افطري وما تنسيش تقولي اللهم إليك صمت وعلى رزقك أفطر، وتدعي دعوة حلوة. حاضر يا ماما. أيوة بالظبط كده يا فريدة. فعلا يا ماما، أنا شفت واحدة معانا في الكلاس وكانت تعبانة قوي قوي من أسنانها، وطلع عندها سوس وراحت للدكتور. عشان كده يا حبيبتي لازم ناكل الحلويات بعقل وبحساب. فريدة قوليلي يا حبيبتي، كلمتي ليلى النهاردة؟ يا ماما كلمتها، لسه مخلصة معاها المكالمة دلوقتي. طيب هي ما جاتش ليه؟ علشان هي تعبانة قوي قوي وراحت للدكتور. ليه بس يا حبيبتي، ايه اللي حصل؟ سنانها كلها بقت فيها سوس ووجعها جدا ومش عارفة تاكل خالص. هي أكيد كانت بتاكل حلويات كتير. أيوة فعلا يا ماما، كانت بتحب الحلويات قوي، وكمان ما كانتش بتهتم إنها تغسل أسنانها خالص. معقولة يا فريدة؟ ده غلط جدا، لأن السكر بيفضل جوه أسناننا ويفضل ياكل فيها لحد ما بيبوظها. أيوة فعلا يا ماما، ومامتها قالت لها كتير إنها تبطل تاكل حلويات، وهي برضو كانت ما بتهتمش بكلام مامتها. ليلى غلطت عشان ما كانتش بتسمع كلام مامتها، وهي أسنانها دلوقتي باظت. هي عرفت غلطتها يا ماما. انت عارفة هي مش عارفة أصلا تتكلم من كتر ما أسنانها وجعاها. معلش يا حبيبتي، هي أكيد اتعلمت الدرس كويس ومش هتعمل كده تاني. صح يا ماما. ماما، ينفع أكل شوكولاتة؟ بس انتي أكلتي النهاردة الشوكليت كيك بتاعتك وكانت كبيرة قوي يا فريدة. طب يا ماما، ما هي طعمها جميل والسكر طعمه جميل قوي. طب ايه رأيك نجيب حاجة تانية وتكون طعمها حلو وبرضه فيها سكر وما تضرناش؟ أنا موافقة. شوفي الطبق ده يا فريدة، موز وتفاح وجوافة، كلها حاجات طعمها جميل قوي ومسكرة وتدينا كمان طاقة كبيرة. الله يا ماما، دي طعمها حلو قوي وفعلا مسكرة. شفتي بقى؟ لازم يا فريدة ناكل كل حاجة بس باعتدال وما نزودش في أي حاجة. وكمان الفاكهة أهم بكتير من الحلويات، وبتدينا طاقة وبتدينا سكر، بس سكر مفيد مش ضار زي الحلويات. صح يا ماما. طب ممكن مرة حاجة حلوة ومرة فاكهة؟ برافو عليكي، هو ده بالظبط، إننا نعمل توازن عشان ننبسط بكل حاجة من غير ما تضرنا. ماما معاكي حق، أنا متحمسة قوي يا نور لليوم الرياضي ده. وانا كمان يا فريدة قوي قوي. مين عارف يا ولاد، احنا ليه كل سنة بنعمل يوم رياضي في المدرسة؟ علشان ننبسط، لاننا بنحب اللعب والتنطيط قوي يا مس. ماشي يا نور، بس اكيد مش ده السبب الوحيد. السبب الاساسي يا ولاد ان الرياضة مفيدة جدا لينا ولصحتنا، وهي اللي بتخلينا عندنا نشاط، وكمان بتخلينا أقوياء يا مس. صح يا فريدة. ومش بس كده، دي بتخلينا كمان مبسوطين، لأننا لما بنلعب رياضة جسمنا بيفرز هرمون السعادة، ووقتها بنحس بالراحة والبهجة. طيب مين مستعد بقى للتحديات والألعاب اللي عندنا النهاردة؟ أنا. يلا كله يجي يقف عند الخط ده صف واحد علشان نبدأ أول لعبة، وهي سباق الجري. أنا اللي هكسب يا نور. لا، أنا اللي هسبقك أكيد يا فريدة. مش مهم يا ولاد مين يكسب أو مين يسبق، الأهم إن كلنا ننبسط. يلا جاهزين؟ 1 2 3. يا ميس أنا جريت بسرعة قوي وما وصلتش برضو. أهم حاجة إنك بذلتي مجهود وعملتي أقصى حاجة عندك. المرة الجاية هتسبقي. كلامك مظبوط يا ميس. برافو يا ولاد، كلكم أبطال، مش مهم مين سبق أو مين ما سبقش. يلا بسرعة بقى علشان تستعدوا للتحدي اللي جاي، لسه عندنا حاجات كتير قوي. اتفقنا. شكلك مبسوطة قوي النهاردة يا فريدة. قوي قوي يا ماما، كان يوم رياضي جميل جدا. الرياضة مهمة قوي يا فريدة علشان صحتنا. والميس كمان قالت لنا إن الرياضة دي بتخلينا مبسوطين. علشان كده أنا على طول بكون حريصة إننا نروح التمرين حتى في وقت الدراسة.
بس يا ماما أنا ساعات بزهق وبكون مش عاوزة أروح. يا حبيبتي ده علشان صحتك وعلشان عضلاتك تقوى ويبقى عندك لياقة بدنية. كلامك مظبوط يا ماما. وما ينفعش طول الوقت نفضل قاعدين على الآيباد بس، ضروري نلعب رياضة. خلاص يا ماما، أنا من النهاردة مش هتعب وأروح التمرين من غير كلام كتير. شطورة يا حبيبتي. يلا دلوقتي قسموا بعض مجموعات، كل 5 يشتغلوا مع بعض، وما تنسوش هستلموا منكم الأسبوع اللي جاي، محدش يتأخر. هو ما ينفعش يا ميس كل 2 يعملوا البروجكت ده سوا؟ لا يا فريدة ما ينفعش، أنا عاوزاكوا تتجمعوا سوا وتشتغلوا مع بعض. كمان في تفاصيل كتير قوي فمحتاجين عدد أكبر. انت كده عرفتي المجموعة بتاعتك؟ أيوة يا ميس. طب في أي حد عنده أي سؤال؟ أو في أي حاجة مش واضحة؟ لا يا ميس. طب يلا على البريك. مالك بس يا فريدة، متضايقة ليه؟ أنا ما بحبش أشتغل مع ناس ما أعرفهمش كده، الجروب هيكون كبير وبعدين اللي معانا دول مش أصحابنا حتى. أنا كمان يا فريدة مش مبسوطة خالص. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ مش عارفة بس يا فريدة، بس إحنا لازم كلنا نتعاون مع بعض علشان نشتغل صح ونعمل البروجكت. تفتكري هنعرف نشتغل مع بعض؟ أنا على طول متعودة إن نشتغل معاكي أو مع أصحابي. مفيش مشكلة، هما برضو زمايلنا في الفصل وشكلهم كويسين، أهم حاجة نتعاون كلنا سوا. أنا جنة معاكم في البروجكت الجديد. أهلا يا جنة. طيب عاوزين نتجمع سوا علشان نشوف هنوزع الأدوار على بعض إزاي ونبدأ نشتغل. طيب خلينا نتجمع كده ونتكلم كلنا. خلاص أنا هبلغ زمايلنا وأجيبهم وآجي. خلاص اتفقنا. قوليلي يا حبيبتي، يومك كان حلو النهاردة في المدرسة؟ يا ماما. بس أنا حاسة إنك مش مبسوطة. بصراحة يا ماما التيتشر ادتنا بروجكت وقالت لازم نشتغل فيه جروبس، وخلت كل 5 مع بعض وطلبت مننا نشتغل البروجكت ده، وما رضيتش إن أنا ونور نشتغل مع بعض فيه. طيب وفيها إيه دي يا فريدة؟ دي حاجة كويسة إنك تشتغلي مع ناس تانية غير اللي انتي متعودة تشتغلي معاهم، لأنك كده هتتعلمي منهم حاجات جديدة. ما يا ماما أنا مش بحب كده، أنا بحب أشتغل لوحدي أو مع نور أو مع أصحابي. ده مش صح، العمل الجماعي ده مهم جدا وبيعلمنا حاجات كتير ومهمة قوي. زي إيه يعني يا ماما؟ أول حاجة هيخلي عندك أصحاب جداد، كمان هيعلمك التعاون مع زمايلك وإزاي توزعوا الأدوار على بعض علشان كل واحد يعمل حاجة وفي الآخر تعملوا البروجكت سوا جماعي. بس أنا مش بحب كده. مش اتفقنا قبل كده إننا ما نحكمش على حاجة غير لما نجربها الأول ونشوف وقتها هنحس بإيه؟ ما نور قالت لي كده برضه. خلاص جربي وأكيد مش هتندمي. كل ما أعملها مش عاوزة تتعمل. يوه أنا زهقت بقى. أنا عاوزة أعمل أطول برج بسرعة بسرعة. يا ربي كل ما أعملها تقع. أنا زهقت مش هعملها تاني. في إيه يا فريدة؟ مالك بتزعقي ليه؟ يا ماما كل ما أجي أعمل المكعبات برج كبير مش بتتعمل وكمان بتقع. طيب ما انتي عاوزة تعمليها بسرعة ودي محتاجة تركيز وصبر يا حبيبتي. يا ماما أنا عاوزة أخلص بسرعة وأعمل واحدة تانية. ما ينفعش يا حبيبتي، ما هو السرعة دي اللي بتخليكي ما تركزيش وعشان كده البرج بيقع. استعجالك ده هو المشكلة مش المكعبات. لا يا ماما المشكلة في المكعبات دي، مكعبات بايظة. أهم حاجة السرعة عشان أسبق أصحابي. لا يا فريدة ده مش صح، المكعبات دي لعبة محتاجة تركيز. لا يا فريدة المكعبات عايزة صبر وتعمليها واحدة واحدة علشان البرج يتعمل ويطلع جميل زي ما انت عاوزة. يا فريدة تعالي يا حبيبتي، تعالي شوفي أنا جبتلك إيه. حاضر يا ماما. جبتلي إيه بقى قوليلي؟ بصي يا حبيبتي جبتلك حبوب علشان نزرعها. الله، طيب ودي بتتعمل بسرعة بقى وهتكبر بسرعة ونشوفها بكرة؟ لا يا حبيبتي مفيش حبوب بتتزرع وتطلع بكرة، هتاخد وقتها وهتطلع وتبقى شكلها جميل جدا. يا ماما هو أنا لسه هستنى؟ أنا عاوزاها تطلع بسرعة. حبيبتي مفيش نبات بيطلع في يوم وليلة، لازم نفضل نراعيها كل يوم ونسقيها مية ونخلي بالنا منها علشان تكبر وتبقى جميلة. حاضر يا ماما. مالك يا فريدة؟ من ساعة ما رجعتي من المدرسة وانتي مش عاجباني. مفيش يا ماما. في حاجة مضايقاكي يا حبيبتي؟ في حاجة حصلت في المدرسة النهاردة؟ بصراحة يا ماما.
ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ احكيلي. النهاردة الميس عملت مسابقة وطلبت مننا إننا نعمل رسمة لأكتر مكان بنحبه ونلونه. طيب ما دي حاجة كويسة، انتي بتحبي الرسم والتلوين. وبعدين ايه اللي حصل؟ أنا كنت عاوزة أخلص أول واحدة في أصحابي، فرسمت بسرعة جدا ولونت بسرعة جدا ورحت للميس واديتها لها. طيب قوليلي، والنتيجة كانت ايه؟ أنا ما كسبتش في المسابقة، والرسمة طلعت وحشة جدا، كلها شخابيط والألوان كلها داخلة في بعضها. شفتي بقى يا فريدة، دي نتيجة التسرع، وإنك مش بتركزي ولا بتصبري. أنا قلتلك قبل كده مش مهم مين يخلص الأول، أهم حاجة إن الحاجة تطلع حلوة. كلامك صح يا ماما، أنا مش هعمل كده تاني. خلاص يا حبيبتي، حصل خير، وأنا واثقة إنك أكيد اتعلمتي. أنا بحبك أوي يا ماما. وأنا كمان يا حبيبتي بحبك أوي أوي أوي. أنا متحمسة أوي يا نور لليوم الرياضي ده. وأنا كمان يا فريدة أوي أوي. مين عارف يا ولاد إحنا ليه كل سنة بنعمل يوم رياضي في المدرسة؟ علشان ننبسط، لأننا بنحب اللعب والتنطيط أوي يا مس. ماشي يا نور، بس أكيد مش ده السبب الوحيد. السبب الأساسي يا ولاد إن الرياضة مفيدة جدا لينا ولصحتنا، وهي اللي بتخلينا عندنا نشاط، وكمان بتخلينا أقوياء يا مس. صح يا فريدة. ومش بس كده، دي بتخلينا كمان مبسوطين، لأننا لما بنلعب رياضة جسمنا بيفرز هرمون السعادة، ووقتها بنحس بالراحة والبهجة. طيب مين مستعد بقى للتحديات والألعاب اللي عندنا النهاردة؟ أنا. يلا كله يجي يقف عند الخط ده صف واحد علشان نبدأ أول لعبة، وهي سباق الجري. أنا اللي هكسب يا نور. لا أنا اللي هسبقك أكيد يا فريدة. مش مهم يا ولاد مين يكسب أو مين يسبق، الأهم إن كلنا ننبسط. يلا جاهزين؟ 1 2 3. يا ميس أنا جريت بسرعة قوي وما وصلتش برضو. أهم حاجة إنك بذلتي مجهود وعملتي أقصى حاجة عندك. المرة الجاية هتسبقي. كلامك مظبوط يا ميس. برافو يا ولاد، كلكم أبطال، مش مهم مين سبق أو مين ما سبقش. يلا بسرعة بقى علشان تستعدوا للتحدي اللي جاي، لسه عندنا حاجات كتير قوي. اتفقنا. شكلك مبسوطة قوي النهاردة يا فريدة. أوي أوي يا ماما، كان يوم رياضي جميل جدا. الرياضة مهمة قوي يا فريدة علشان صحتنا. والميس كمان قالت لنا إن الرياضة دي بتخلينا مبسوطين. علشان كده أنا على طول بكون حريصة إننا نروح التمرين حتى في وقت الدراسة. بس يا ماما أنا ساعات بزهق وبكون مش عاوزة أروح. يا حبيبتي ده علشان صحتك وعلشان عضلاتك تقوى ويبقى عندك لياقة بدنية. كلامك مظبوط يا ماما. وما ينفعش طول الوقت نفضل قاعدين على الآيباد بس، ضروري نلعب رياضة. خلاص يا ماما، أنا من النهاردة مش هتعب واروح التمرين من غير كلام كتير. شطورة يا حبيبتي. مبسوطة قوي يا نور عشان البريك قرب خلاص. بجد يا فريدة؟ خلاص شوية وهيجي، أول ما الجرس يضرب أنا عاوزة ألعب بقى. وأنا كمان يا فريدة، وكمان جعانة قوي وعاوزة آكل. يا نور، أنا ماما النهاردة عاملة لي لانش بوكس خطير فيه كل الأكل اللي بحبه. ياه الحمد لله البريك جه. يلا ناخد اللانش بوكس وننزل. طيب أنا هسبقك بقى يا نور، هاتي اللانش بوكس بسرعة وتعالي قبل ما البريك يخلص. خلاص اتفقنا. إيه يا نور كل التأخير ده؟ معلش يا فريدة. وبعدين كل التأخير ده وما جبتيش برضو اللانش بوكس؟ ما أنا فضلت أدور عليه وما لقيتهوش، تقريبا كده نسيته قبل ما انزل. مش معقول، ازاي يا نور بس؟ طب هتاكلي ايه انتي دلوقتي؟ مش عارفة يا فريدة، أنا جعانة قوي. طب أنا دلوقتي بقى هعمل ايه؟ أنا بحب الأكل ده كله اللي ماما عاملهولي في اللانش بوكس، بس كمان نور جعانة. لا أنا مش هقدر أسيبها كده جعانة. طب خلاص يا نور، يلا أنا وانتي ناكل سوا من اللانش بوكس. بجد يا فريدة؟ أيوة الأكل هيكفينا احنا الاتنين. شكرا قوي يا فريدة. أنا جيت يا ماما. الله على الروايح الحلوة. تعالي يا حبيبتي أنا في المطبخ. قوليلي الأول ايه الريحة الحلوة دي بقى؟ انتي عاملة لنا ايه؟ عاملة لك شوكليت كيك اللي بتحبيها. الله الله يا مامي، وطبعا مش محتاجة أقولك تحطيلي منها في اللانش بوكس. بس كده من عينيا يا حبيبتي. وعاوزة أطلب منك كمان تزوديلي اللانش بوكس حبة. ليه يا حبيبتي؟ انتي كنتي جعانة النهاردة؟ لا يا ماما، علشان نور نسيت اللانش بوكس بتاعتها وانا خليتها تاكل معايا. برافو عليكي يا فريدة،
ما خفتيش إنها تخلص الأكل وإنتي ما تشبعيش؟ بصراحة يا ماما أنا فضلت أفكر شوية، بس في الآخر قلت أكيد مش هكون مبسوطة لو صاحبتي جعانة حتى لو أنا ما كنتش شبعت، وإني لازم أشارك الأكل معاها عشان هي كمان تكون مبسوطة. شطورة يا فريدة، انتي اتصرفتي صح. لما بنشارك الحاجة اللي بنحبها مع أصحابنا ده بيحسسنا بالسعادة. وبكرة هحطلك كاب كيك زيادة عشان لو حد من أصحابك حب يدوقها. ربنا يخليكي ليا يا أحلى ماما. إيه يا ماما الورق ده كله؟ أنتي بتعملي إيه؟ حبيبتي بكتب الحاجات اللي محتاجاها علشانك في المدرسة. بنتي كبرت سنة. طيب وليه بتكتبي يا ماما؟ إحنا مش كده هنروح المحل ونشوف الحاجات ونشتريها على طول؟ أيوة يا حبيبتي، بس لازم نحدد الحاجات اللي محتاجينها الأول قبل ما نروح المحل ونطلبها. بصراحة يا ماما أنت غاوية تعب. لا يا حبيبتي، احنا بنعمل كده علشان ما نجيبش حاجات مش محتاجينها، وكمان لأننا عندنا ميزانية محددة متفقين عليها أنا وإنتي هنجيب بيها الحاجات بتاعة المدرسة. صح يا ماما. طب أنا خلصت لبس خلاص، هنتحرك إمتى بقى؟ أنا مبسوطة جدا ومتحمسة قوي. حبيبتي أنا كمان خلصت خلاص، يلا بينا عشان نلحق المحلات. الله يا ماما الشنطة دي حلوة جدا، دي زي اللي نور جابتها بالظبط. هي حلوة يا فريدة بس بره الميزانية بتاعتنا، اختاري حاجة تانية تكون مناسبة للميزانية. يا ماما بقى أنا نفسي فيها عشان تكون زي بتاعت نور. انتي عايزة تجيبيها علشان عجباكي ولا عشان نور جايبة زيها؟ بصراحة يا ماما عشان نور جابت زيها وصورتها لينا وبعتتها وقالت لنا إن شنطتها مفيش زيها. شفتي بقى يا فريدة، يعني انتي مش عايزة تشتريها عشان هي مفيدة أو هتفرق معاكي في حاجة، واحنا اتفقنا إن كل واحد مننا ليه ظروف وإمكانيات وبيتعامل على أساسها. كلامك مظبوط يا ماما ومن غير ما نقول اشمعنى. صح يا حبيبتي. تعالي نبص هناك، أنا شفت شنط حلوة جدا وتنفع على قد الميزانية. مبسوطة يا حبيبتي بالحاجات اللي جبناها؟ قوي يا ماما، دي طلعت حاجات حلوة خالص. شفتي بقى إن الحاجات مش بسعرها الغالي لكن باستخدامنا ليها واحتياجنا ليها. صح يا ماما، وكمان إننا كتبنا كل حاجة محتاجينها قبل ما ننزل ساعدنا قوي إننا ما ننساش حاجة ولا نجيب حاجات كتير على الفاضي. مظبوط يا حبيبتي، وعلشان انتي كنتي شاطرة وملتزمة باتفاقنا أنا فخورة بيكي جدا وهجيب لك مفاجأة. بجد يا ماما؟ هي إيه بقى؟ أول ما نروح البيت هوريها لك وهتعجبك قوي. وزي ما اتفقت معاكي دي الحاجات الأساسية للمدرسة، وأي حاجة تانية هنحتاجها لما المدرسة تبدأ هننزل نجيبها إن شاء الله. ميرسي جدا يا ماما، أنا بحبك جدا. وأنا كمان. معلش يا نور، انتي خسرتي المرة دي وأنا كمان خسرت، إن شاء الله المرة الجاية نكسب. لا أنا مش هلعب تاني خلاص، ومش عاوزة ألعب معاكوا تاني أصلا. ليه كده يا نور؟ احنا بنلعب مع بعض على طول وساعات بخسر ومش بعمل زيك كده ولا بعيط. مظبوط يا نور، انتي كبرتي الموضوع قوي، ما هو اللعب لازم حد هيكسب وحد هيخسر، خلينا نلعب تاني ونشوف مين اللي هيكسب. لا يا فريدة، أنا قلت مش هلعب معاكوا تاني وأنا هروح لماما خلاص. يا نور استني، بلاش تزعلي كده. يا نور ما ينفعش اللي بتعمليه ده، تعالي طيب نتكلم. يا ياسين خلاص سيبها لحد لما تهدى ونتكلم مرة تانية. إيه يا بنات جيتوا بسرعة كده ليه؟ مفيش يا ماما. أمال فين نور؟ راحت فين؟ والله يا طنط احنا ما عملناش حاجة خالص، احنا كنا بنلعب لعبة سوا وأنا كسبت وهي وفريدة خسروا. أيوة يا ماما، وزعلت جدا وكانت متضايقة وفضلت تعيط عشان خسرنا وقالت لنا مش هتلعب تاني. فضلنا نتكلم معاها يا طنط كتير قوي علشان ما تزعلش، بس هي ما سمعتش كلامنا والصراحة مكبرة الموضوع قوي يعني. هي مش عاوزة حتى يا ماما تسمعنا، فضلت تصرخ وتعيط بس. معلش يا حبايبي، كلنا مشاعرنا مش واحدة. في حد لما يتضايق بيعبر عن ضيقه ده بالعياط وبالصريخ، وفي حد تاني بيحتوي الموقف وبيعديه، وفي حد تاني ما بيخليش الغضب يأثر عليه. بصي يا فريدة، احنا لازم نتقبل مشاعر غيرنا ونحترمها وما نقللش منها أبدا، لكن كمان المفروض كل واحد فينا يعرف ازاي يتعامل مع مشاعره وكمان يتحكم فيها. يعني نعمل ايه يا طنط؟ مثلا لما نحس بالغضب ممكن نتكلم ونعبر عن ده بالكلام بدل ما نصرخ أو نفضل نعيط. كمان لازم نتقبل مشاعرنا سواء إيجابية أو سلبية. بس أنا بحس أوقات إن أنا متضايقة يا ماما وساعات بحس إني مبسوطة. طب لما أحس إني عاوزة أعيط بقى ما أعيطش وأمسك نفسي؟ لا يا حبيبتي، مهم قوي إنك تعبري عن مشاعرك واللي انت بتحسي بيه. أنا عندي فكرة يا فريدة. إيه هي يا ماما؟ إحنا لما نروح البيت هنعمل صندوق ونكتب عليه صندوق المشاعر.
أيوة، وده هنعمل بيه إيه؟ بصي يا ستي، كل يوم هنكتب أكتر مشاعر حسينا بيها خلال اليوم، سواء حلوة أو وحشة. وفي الويك إند هنفتح الصندوق ده، وأنا وإنتي هنختار ورقة واحدة بس، والمشاعر اللي هتطلع فيها هنعبر عنها ونناقشها، كل واحد فينا بطريقته. الله يا ماما، دي فكرة حلوة قوي. وده هيخليكي مع الوقت تقدري تتكلمي عن مشاعرك وتعبري عنها. أنا بحبك قوي. جاهزة في الرحلة؟ أيوة يا ماما، أنا حضرتها امبارح ورجعت عليها النهاردة الصبح قبل ما أنزل. شطورة يا فريدة. أنا متحمسة قوي قوي يا ماما للرحلة دي. الأهرامات حلوة قوي وهتعجبكم جدا يا فريدة. أنا ونور ما رحناهاش قبل كده خالص، وكان نفسنا نروحها قوي قوي. إن شاء الله يا حبيبتي تنبسطوا. بيقولوا هناك في حصان وجمل، ممكن نركبهم كمان يا ماما. أيوة يا حبيبتي، بس أهم حاجة تاخدي بالك على نفسك وتركزي مع الميس وما تبعدوش عنها. حاضر يا ماما، وهسمع كلامها. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك على نفسك. باي باي يا ماما. صباح الخير يا حبايبي، النهاردة رحلتنا للأهرامات إن شاء الله. أيوة يا ميس. هنشوف أبو الهول يا ميس. أيوة يا فريدة، هنشوف أبو الهول، وكمان هنعمل جولة حوالين الأهرامات وهنعرف تاريخها وكمان أسرار كتير عن الفراعنة. أهم حاجة يا ولاد نسمع الكلام ومحدش يبعد، وكمان نحافظ على نظافة المكان ومحدش يخالف التعليمات أبدا. هنمشي كلنا في صف واحد ورا بعض. حاضر يا ميس. ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ الحمد لله. احنا النهارده في منطقة الجيزة، ودي الأهرامات، وزي ما انتوا شايفين كده هي ضخمة جدا، بنوها الفراعنة زمان، وطبعا ناس كتير شاركت في بنائها علشان يقدروا يخلصوها. كمان هم عددهم 3 أهرامات. اسمهم ايه يا ميس؟ خوفو، خفرع، منقرع. طب واللي هناك ده؟ اسمه أبو الهول، ده تمثال جسمه جسم حيوان ووشه وش بني آدم، بيمثل القوة والحكمة مع بعض. طب وايه أكبر هرم فيهم؟ هرم خوفو طبعا هو أكبر هرم في مصر، وبيعتبر من عجائب الدنيا ال7، وفضلوا يبنوا فيه 20 سنة تقريبا. والتاني في الحجم هو هرم خفرع، وآخر واحد يعتبر الهرم الصغير خالص وهو هرم منقرع. طب ويا ترى جوه الأهرامات دي في إيه؟ في أوض كتير قوي قوي وممرات، وكان الفراعنة بيحطوا فيها كنوز وكمان أكل وكل حاجة ممكن يحتاجوها. بس الكلام ده كان للملوك مش لكل الناس، والناس بتيجي من كل مكان في العالم علشان تشوف الأهرامات، علشان كده لازم نحافظ عليها. بس هما ازاي قدروا يبنوا كل الأهرامات الكبيرة دي والضخمة دي؟ طبعا اشتغل فيها عمال كتير جدا وتعاونوا مع بعض علشان يقدروا يبنوها، ونجحوا ان هم ينفذوا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب وازاي جابوا الحجارة دي؟ دي حجارة كبيرة قوي. كانوا بينقلوها بعربيات بدائية جدا، واستخدموا كمان أدوات بسيطة بتساعدهم على ان هم ينقلوها. طب احنا ممكن نركب الحصان والجمل اللي موجودين هناك دول؟ ايوه طبعا ممكن، بس اهم حاجة نحافظ على نظافة المكان. حاضر. أنا مبسوط وبعيد خالص عن الدراسة. بجد يا ميس ياسمين. هنتكلم عن ايه طيب؟ هحكي لكم قصة أرنوب. كان في أرنوب جميل وبيحب يروح المدرسة جدا، وكان بيكون متحمس قوي ومبسوط. بس جه يوم عرفت إن في حد لمسه بطريقة ضايقته، لكن مامة أرنوب قعدت معاه وهدته وفهمته على كل حاجة. القصة حلوة قوي يا ميس، بس أنا عندي سؤال. اتفضلي يا ليلى. يعني إيه لمسه بطريقة ضايقته يا ميس؟ خليني أوضح لكم أكتر. كلنا في مناطق في جسمنا ما ينفعش أي حد يلمسها، حتى لو كان من قرايبنا أو حتى لو كان ناس نعرفها، بس اللي ممكن نتكشف عليه هو الدكتور، ولازم بابا أو ماما يكونوا معانا في نفس الأوضة وقت ما الدكتور يكون بيكشف. طيب ولو حصل وحد لمسنا يا ميس؟ ضروري إننا نصرخ بصوت عالي ونقول لماما أو بابا أو المدرسة اللي في الفصل. أهم حاجة نبلغ، لأن جسمنا ده أمانة ومش أي حد ينفع يلمسه أبدا. خلاص يا ميس ياسمين، أنا مش هسلم على حد خالص، ولا على أصحابي ولا على نانا، ولا أروح حتى في حضن جده. لا يا فريدة، مش ده طبعا اللي أنا أقصده. احنا صح إننا نسلم على أصحابنا وتيتا وجده، مدام ده ملوش علاقة بالأماكن اللي اتكلمنا عليها، ولا بيضايقنا ولا بيخلينا نحس بوجع. كمان ضروري ما نقلعش هدومنا قدام حد خالص غير بابا وماما، ولو حد طلب مننا ده نرفض ونبلغ بابا وماما على طول. بس يا ميس،
ماما وبابا ممكن يزعقوا كده؟ لا، عمر ما ماما او بابا هيزعقوا، بالعكس دول هيفرحوا بيك لانك قلت لهم، وهم هيتصرفوا على طول حتى لو الشخص ده من عيلتنا او صحابنا. عشان كده ما ينفعش نتكلم مع اي حد غريب يا مس، صح؟ صح يا ياسين، كل واحد مننا عنده حدود لجسمه، ومش من حق اي شخص انه يتعدى الحدود دي. يلا يا ولاد، ده وقت البريك. يا ماما أنا جيت. تعالي يا حبيبتي، عملتي ايه النهارده؟ اليوم كان حلو قوي يا ماما، وميس ياسمين كمان كلمتنا عن حاجات حلوة خالص وحكت لنا قصة جميلة. بجد؟ يا ترى القصه عن ايه يا فريده؟ عن جسمنا، وإن ما ينفعش حد يلمس جسمنا أو يشوفه غير في حالات معينة. برافو يا فريده، لان جسمنا ده امانه يا حبيبتي وملكك انتي وبس. عشان كده دايما بسالك قبل ما نروح في اي مكان، لو مش عايزه تسلمي على حد او تبوسيه او تحضنيه مفيش مشكله خالص. صح يا أحلى ماما في الدنيا. واحنا متفقين لو اي حد لمسك بطريقه ضايقتك، الاول هتصرخي جامد وتبعدي ايديه، وبعدين هتيجي وتقولي لي على طول وانا هتصرف. أيوة يا ماما، عشان كده أنا عمري ما بخاف طول ما انتي موجودة. حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا رب. ويخليكي ليا يا حبايبي يا أصحابي. عاملين ايه النهاردة؟ الحمد لله، اخيرا الجو بقى جميل وعرفنا نخرج. الحمد لله ان العاصفة خلصت امبارح، محدش فينا عرف يخرج من البيت خالص. أنا كنت بتفرج على الشجر وهو بيتحرك جامد قوي، والهوا كان شديد. بس الحمد لله إنها خلصت خلاص. شفتوا حتى ورق الشجر في الأرض إزاي، وكل حاجة مش في مكانها خالص. ايه ده؟ حد سامع اللي انا سامعه؟ أنا سامع صوت جاي من هناك تقريبا. أنا مش عارف أنا فين، الحمد لله إني لقيتكم. اهدى واحكي لنا ايه اللي حصل يا زقزوق عشان نعرف نساعدك. أنا كنت في السوق مع مامتي، وفجأة قامت العاصفة وما لقيتش ماما جنبي، وما عرفتش أوصل لأي حد من عيلتي، وفضلت أمشي لحد ما وصلت لهنا. طب ما تقلقش، احنا هنساعدك ان شاء الله. اتفضل، انا جبتلك اكل، انت اكيد جعان. طب مش فاكر أي حاجة مميزة كانت جنب البيت بتاعك؟ كان في سوبر ماركت كبير، وكمان جنبه شجرة كبيرة قوي. طب ما تعرفش عنوان البيت او رقم تليفون باباك او مامتك؟ لا، أنا ما أعرفش أي حاجة من الحاجات دي. ما ينفعش كده يا زقزوق، لازم تكون حافظ الحاجات دي علشان لو حصل لك اي موقف بعد كده تقدر ترجع لأهلك بسهولة. ما تقلقش يا زقزوق، احنا هنتصرف وان شاء الله نلاقي عيلتك. أنا مبسوط قوي إني لقيتكم، وشكرا على الأكل. ازيك يا زقزوق؟ عامل ايه النهاردة؟ الحمد لله. وصلتوا لبابا وماما؟ ايوه، وعندنا ليك مفاجأة كمان. بجد؟ إيه هي؟ مامتك وباباك جايين دلوقتي عشان ياخدوك. أنا متشكر ليكوا قوي قوي. بس لازم تخلي بالك بعد كده يا زقزوق، وتكون حافظ عنوان بيتكم ورقم تليفون مامتك وباباك. وكمان لما تتوه ما تحاولش تبعد قوي عن المكان اللي كنت فيه، والأحسن إنك تدور على أي حد يساعدك. حاضر، أنا اتعلمت الدرس كويس. بص بقى مين جاي هناك كده. زقزوق حبيبي، وحشتنا قوي. وانتوا كمان وحشتوني قوي. انت عارف يا أرنوب ان المشي ده كويس جدا عشان صحتنا؟ طبعا، ده بيخلينا عندنا نشاط وصحتنا كمان تكون احسن. عشان كده لازم كل يوم نحاول نمشي او نعمل رياضة حتى لو بسيطة. كلامك مظبوط يا أرنوب، وخصوصا الصبح انا احب اتمشى قوي والشمس طالعة، فعلا بيكون الجو جميل. ايه ده يا أرنوب؟ شايف اللي انا شايفه؟ في انوار جاية من هناك. ايوه صح، ايه الانوار دي؟ اصل احنا اول مرة نمشي من هنا. تعال نشوف كده. الله، كل دي هدايا وحلويات، وازاي متعلقة على الشجر كده؟ الشجرة دي كلها شكلها غريب قوي، انا اول مرة اشوف شجرة فيها حلويات وهدايا. ايوه فعلا، وانا كمان. طب يلا بسرعة نقول لاصحابنا، دول هينبسطوا قوي قوي. استنى بس يا أرنوب، مستعجل على ايه؟ خلينا نشوف احنا الأول ونبقى نقول لهم بعدين. بس ازاي؟ دول صحابنا، ما ينفعش. ما انت لو قلت لهم دلوقتي هيجوا ياخدوا من الحلويات والهدايا،
ومش هيتبقى لينا غير حاجات صغيرة قوي. خلينا الأول ناخد أنا وإنت كل اللي احنا عايزينه ومن غير ما نقول لحد خالص. صح يا سنجوب؟ يلا بينا. أنا عاوز أخد كل الهدايا والحلويات اللي موجودة هنا. بالظبط، عاوزين نجمعهم كلهم من غير ما نسيب ولا حاجة لأي حد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله بخير، كله كويس. انت رايح على فين كده؟ انا كنت بدور عليكم، عايزه اقول لكم ما تيجوا نلعب كوره. لا لا، مش هينفع النهارده خالص. اصل احنا من الصبح بنتمشى وتعبنا جدا جدا، يا دوب هنروح البيت نريح شويه. طب خلاص، بس ايه الشنط اللي معاكوا دي فيها حاجات كتير قوي. انتوا كنتوا فين؟ ابدا ابدا، ده كنا بنشتري شويه حاجات كده ولازم نروح البيت بسرعه عشان الوقت ما يتاخرش علينا اكتر من كده. طب اساعدكم واشيل معاكم لحد ما توصلوا البيت؟ لا لا لا، شكرا يا فلافيلو، البيت خلاص قريب من هنا. يلا باي. طيب سلام. مالك يا فلافيلو قاعد لوحدك كده ليه؟ اصلي قابلت النهارده سنجوب وارنوب وكانوا متوترين كده ومعاهم حاجات كتيره، بس محدش فيهم قال لي ايه الحاجات ومشوا بسرعه. طب وايه المشكلة؟ عادي، يمكن تعبانين ولا حاجة. لا يا زوزو، في حاجه غريبه ورا سنجوب وارنوب. انا حاسس انهم مخبيين حاجه ومش عاوزين حد يعرفها. انا حاسة انك مكبر الموضوع على الفاضي. هيخبوا ايه يعني؟ مش عارف يا زوزو، بس في حاجه غريبه انا متاكد. ما تخليش الفضول يأثر عليك يا فلافيلو، مش كل حاجة لازم نعرفها. سيب كل واحد في حاله. مش فضول يا زوزو، انا بس خايف عليهم لحسن يوقعوا نفسهم في مشكله هم مش قدها. انا بقالي كذا يوم كل ما اقول لهم نلعب يقولوا لي مش فاضيين، وبشوفهم في نفس المكان رايحين الصبح وراجعين بشنط كتير قوي. انت بدأت تقلقني. طيب خلينا نشوف الموضوع ده فيه ايه. كده برضو بتلعبوا من غيرنا؟ انا كنت بقول لك انت وارنوب تلعبوا معانا وانتوا كنتوا بتقولوا لا وبتطلعوا حجج كتير. لا اصل احنا خلاص يا سنجوب، ما بقتش محتاج تكذب وتطلع اي حاجة وخلاص. احنا عرفنا كل حاجة خلاص، وعرفنا انتوا كنتوا مخبيين علينا ايه. عرفتوا ايه يعني؟ شجرة الهدايا والمفاجآت اللي مليانة حلويات وهدايا كتير قوي اللي لقيتوها وما قلتوش لحد عليها خالص عشان تبقى ليكوا انتوا وبس، واللي كل يوم تروحوا تاخدوا منها حاجات كتير قوي. احنا كنا هنقول لكم بس يعني ما جاتش مناسبة كده. عموما احنا قررنا ان احنا مش هنلعب معاكوا تاني بعد اللي انتوا عملتوه، ومش احنا بس، ده مفيش اي حد في الغابة هيلعب معاكوا. ليه كده بس يا زوزو؟ احنا ما كناش قصدنا شر. لا يا سنجوب، احنا غلطنا وطمعنا في الهدايا والمفاجآت اللي موجودة في الشجرة كلها. يا ريتك سمعت كلامي من الأول وكنا قلنا لأصحابنا عليها وفرحنا سوا. على فكرة لو كنتوا قلتولنا من الأول عمر ده ما كان هيقلل من فرحتكم أو من نصيبكم من الهدايا والمفاجآت، لأن المشاركة مع الصحاب دي أحلى حاجة، وفرحتنا سوا كانت هتكون أجمل بكتير من إن انتوا خبيتوا وطمعتوا في كل حاجة ليكوا لوحدكم. انت صح يا فلافيلو، واحنا اتعلمنا الدرس خلاص. صدقني يا فلافيلو، انت وزوزو احنا اسفين على اللي حصل مننا، وده مش هيتكرر تاني ابدا. كان يا مكان كان في ديك مغرور دايما يقول لاصحابه انا صوتي جميل، انا احلى صوت في الغابة. وفي يوم من الايام الثعلب شاف القطه متضايقه من الديك وغروره، قال لها ايه رأيك اكل الديك وخلصت منه ومن غرور؟ مش للدرجة دي يا ثعلب. ايه رأيك تساعديني اكل الديك وانا جبتك كل يوم فرتكي؟ وافقت القطه. وفي يوم من الايام بعد تفكير طويل من القطه ازاي هتقنع الديك انه يجي معاها عشان الثعلب ياكله، القطه لقت فكره حلوه ممكن تقنع بيها الديك انه يجي معاها، وقالت له على فكرة يا ديك، في مسابقة حلوة قوي للأصوات، تحب تشارك فيها؟ طبعا موافق، لاني عارف ومتأكد ان انا اللي هبقى كسبان. هو في صوت احلى من صوتي؟ اكيد انا طبعا اللي هاخد الجايزة، هاخد جايزة احسن صوت. ادت القطة عنوان الثعلب للديك على انه المكان اللي هيتعمل فيه المسابقة. الديك في طريقه افتكر انه ما اخدش اصحابه الحيوانات معاه، فعدى عليهم واخدهم وعزمهم على المسابقة.
أول ما دخلوا مكان المسابقة ما لقوش حد غير الثعلب والقطة. ايه ده يا قطة؟ ايه كل الحيوانات دي؟ مش اتفقت معاكي تجيبي الديك لوحده عشان اكله؟ الحيوانات كلها والديك اتصدموا من القطة كانت عايزة تعمله في الديك، وزعلوا منها كلهم وخصموها. سيبولي أنا الثعلب، أنا أعرفه شغله. وادى الثعلب علقة موت. جري الثعلب بعد ما أخد جزاؤه، ومن ساعتها بطل الديك غرور على أصحابه وقال لهم لولاكوا كان زماني متاكل من الثعلب المكار. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. يلا شوت الكرة بسرعة هنا. يلا يا أرنوب. رجلي وجعاني قوي، مش قادر أحركها. طب خليك ما تتحركش كتير يا فلافيلو، واستنى لحد ما نشوف دكتور. أنا أعرف دكتور قريب هنا، خليني أروح بسرعة أجيبه وأجيلكوا. بسرعة يلا يا بلبل، لحسن أنا مش قادر من كتر التعب. ما تقلقش يا فلافيل، كلنا جنبك وهنساعدك، وانا معايا تلج هجيبه عشان نستخدمه يخفف الألم عليك شوية. بس ازاي هقدر أشارك في الماتش النهائي ده؟ خلاص مش فاضل غير وقت قليل قوي. ما تفكرش في أي حاجة دلوقتي يا فلافيلو، المهم إننا نطمن عليك. وأنا دقايق وهكون عندك يا صاحبي ومعايا الدكتور. ألف سلامة عليك يا فلافيلو. الله يسلمك يا أرنوب، أنا زعلان قوي إني تعبت في الوقت ده ومش هلحق نهائي البطولة. ما تقلقش يا فلافيلو، إن شاء الله تخف وتلحقها. المهم طمني، لسه رجلك بتوجعك ولا اتحسنت شوية؟ والله لسه الوجع موجود، بس لما باخد الدواء بتحسن شوية الحمد لله. سلامتك يا فلافيلو، كلنا هنساعدك علشان تخف وترجع لنا بسرعة. أنا اتفقت مع أصحابنا إن كل يوم حد مننا هيجي ويجيب لك الأكل اللي بتحبه لغاية لما تخف وترجع لنا أحسن من الأول. شكرا قوي، بس ده تعب عليكم. ازاي يا فلافيلو؟ احنا اصحاب وقسمنا على بعضنا الأدوار. أيوة، واتفقت أنا وأرنوب إننا هنيجي كل يوم علشان ننظف البيت ونشوف لو محتاج أي حاجة علشان نشتريها. وأنا كمان يا فلافيلو عشان أتابع معاك أخدت كل الأدوية وكل الحاجات الناقصة. أنا بجد متشكر ليكوا كلكم، ومش عارف من غيركم كنت عملت إيه. ما تقولش كده يا فلافيلو، احنا اصحاب. مبروك علينا الكاس يا أصحابي. أنا مبسوط قوي إن احنا قدرنا ناخد البطولة. وأنا كمان مبسوطة قوي علشان فلافيلو معانا. أنا من غير مساعدتكم ليا ما كنتش هقدر أكون معاكم في النهائي. ما تقولش كده يا فلافيلو، احنا كان لازم نعمل كده لأننا أصحابك. احنا لازم كلنا نحتفل بالفوز وبالبطولة وكمان برجوع فلافيلو لينا أحسن من الأول. مظبوط. خلاص كده يا جماعة، في حد تاني ناقص؟ لا يا سنجوب، أعتقد احنا خلاص كده متجمعين وكله جه في الميعاد مظبوط. أنا متحمس قوي للرحلة النهاردة ومستني أشوف حاجات جديدة. وأنا كمان يا فلافيلو، أنا بحضر حاجات الرحلة من امبارح وكل نشاط وحيوية. طب يلا بينا بقى، مستنيين ايه؟ يلا نبدأ نتحرك علشان اليوم ما يضيعش علينا. كلامك مظبوط يا بلبل، ادينا نتحرك اهو، وانا هكون اول واحد عارف الطريق. ياه، شايفين الجو حلو ازاي؟ والاشجار كمان كلها جميلة جدا يا سنجوب. اهم حاجة كل واحد مع الشنطة بتاعته وكل الحاجات اللي اتفقنا عليها. يا زوزو، انا حضرت كل حاجة اتفقنا عليها في الشنطة. وزي ما اتفقنا كل واحد مننا هيكون له دور معين. زوزو هتكون مسؤولة عن متابعة الطريق معايا. فلافيلو هيتأكد أول ما نوصل إن كل أدوات التخييم معانا وهنساعده في إننا نعمل الخيم معاه. وسنجوب هيكون مسؤول عن تحضير الأكل. وبلبل هتكون مهمته يراقب الطير من فوق ويبلغنا لو في أي حاجة صعبة هتقابلنا في الطريق عشان نقدر نستعد ونعمل حسابنا. ما تقلقش يا أرنوب، كلنا عارفين وحافظين دورنا كويس زي ما اتفقنا. شكلنا كده بدأنا المشاكل من بدري قوي يا أرنوب. في نهر كبير قوي لازم نفكر ازاي هنعديه. النهر ده كبير جدا، هنعديه ازاي دلوقتي؟ انا رأيي اننا نرجع وخلاص. لا يا فلافيلو، ما ينفعش نستسلم بسرعة كده، خلينا نهدى ونفكر ازاي ممكن نحل المشكلة دي. كلامك مظبوط يا أرنوب.
أنا عندي فكرة. شايفين هناك جذوع الأشجار دي؟ خلينا نشيلها ونحطها هنا عشان تبقى زي الجسر كده، ووقتها هنقدر نعدي عليها بكل سهولة وأمان. فكرة ممتازة يا سنجوب، برافو عليك. طول ما احنا بنفكر سوا وبنتعاون هنقدر نحل أي مشكلة. يلا بينا عشان ما نضيعش الوقت. يا جماعة، انتوا متأكدين ان احنا ماشيين صح؟ أنا حاسس إننا بنلف ونرجع لنفس المكان تاني كل شوية، كأننا في متاهة. أنا كمان حاسس إن في حاجة غلط. المفروض نكون وصلنا أو قربنا للمكان اللي هنعمل فيه الخيم. فعلا يا جماعة، في حاجة مش مظبوطة. خلينا نقف هنا وأرنوب يشوف الخريطة تاني، وبلبل يشوف الطريق من فوق كده. إيه الأخبار؟ وصلتوا لحاجة؟ يا جماعة، أيوة فعلا إحنا في طريق زي المتاهة، بس ما تقلقوش، أنا شفت المكان من فوق وقدرت أعرف ممكن نخرج منه إزاي. طب الحمد لله، أنا كنت حاسس إن في حاجة غلط. خلاص يا بلبل، خليك انت شايف الطريق وانا هتابع معاك على الخريطة لحد ما نخرج من المكان ده. خلاص يا جماعة، مش فاضل كتير. ياه، أخيرا وصلنا لمكان التخييم. أيوة، هو ده المكان. ايه رأيكم فيه؟ جميل قوي قوي، وكله أشجار وورد. أنا انبسطت قوي في الطريق، وتعلمت كمان إن أي مشكلة بيكون ليها حل، بس لازم نتعاون مع بعض. فعلا يا زوزو، وكمان نهدى وما نتوترش ولا نخاف علشان نعرف نفكر صح ونوصل للحل. أنا كمان مش هنسى اللي اتعلمته النهاردة أبدا. يلا بقى يا فلافيلو، انت وسنجوب مهمتكم بدأت، واحنا كمان هنساعدكم في عمل الأكل والخيم. ما تقلقش يا أرنوب، كل الأدوات جاهزة، ناقص بس نبدأ. أيوة يا أرنوب، وحاجات الأكل كمان جاهزة، فاضل لها حاجات بسيطة جدا. أنا فخور بيكم جدا يا أصحابي وبشجاعتكم، وكنت واثق إن كل واحد مننا هيكون قد المسؤولية بتاعته وإنه هينفذها بأحسن شكل. مبروك يا أرنوب على الجايزة، فعلا تستاهلها. رسمتك كانت حلوة قوي. شكرا يا سنجوب، أنا فعلا بقالي أكتر من أسبوعين شغال عليها، بس لولا تشجيعكم ما كنتش هعرف أعمل أي حاجة. ده تعبك يا أرنوب ومجهودك، عشان كده تستحق الفوز. فعلا يا جماعة، لما الواحد بيتعب في حاجة وبيعمل فيها مجهود ضروري يلاقي نتيجة للتعب ده. كلامك مظبوط يا بلبل، عشان كده لازم نتعب ونبذل مجهود عشان نلاقي نتيجة. طيب ايه بقى يا جماعة، مش هنشوف الجايزة يا أرنوب علشان نحتفل؟ لا طبعا، دي مفاجأة أنا جبتها معايا. ايه ده؟ هي راحت فين؟ أنا متأكد إني سبتها هنا. طب دور عليها كويس بس يا أرنوب. انت متأكد ان انت اخدتها معاك؟ يمكن تكون سبتها في البيت. لا، أنا متأكد إني أخدتها معايا. طب يا جماعة، خلينا نقسم نفسنا وندور عليها. هي شكلها عامل ازاي يا أرنوب؟ هي على شكل بيضة مصنوعة من الذهب. طيب كده الموضوع بقى أسهل بكتير عشان شكلها هيكون مميز. يلا بينا نتفرق وكل واحد مننا يدور في مكان. يا ترى بس هتكون راحت فين؟ أنا بقالي كتير بدور ومش لاقي أي حاجة. يمكن أرنوب نسيها في البيت؟ أنا تعبت ومش قادر. طب خليني أقعد أريح شوية تحت الشجرة اللي هناك دي. إيه ده؟ في حاجة بتلمع هناك، يا ترى إيه دي؟ أهي البيضة الذهبية بتاعت أرنوب. الله، دي شكلها حلو جدا وبتلمع، وأكيد كمان غالية قوي لأنها من الذهب. يا بختك يا أرنوب، لأنها بتاعتك وهتاخدها ليك على طول وهتفضل عندك. بس أنا ممكن أخدها ليا وكأني ما لقيتهاش، وهقول لهم إني ما لقيتش حاجة ومحدش هياخد باله. أنا هكون مبسوط قوي لو فضلت معايا. أنا نفسي تكون بتاعتي، بس كده أرنوب هيزعل أكيد، بس مش مشكلة، هيزعل شوية وبعدها هينبسط عادي. أنا هشيلها وكأني ما لقيتش أي حاجة. هاي يا جماعة، حد لقى حاجة؟ أنا دورت في المكان ما لقيتش أي حاجة خالص.
وانا كمان ملقتش اي حاجة خالص، ده انا دورت في الغابة كلها. يعني كده خلاص ضاعت. انا اللي غلطان، ما خدتش بالي وخليتها تضيع مني. كده كل تعبي ضاع خلاص. ده انا تعبت قوي في المسابقة دي لحد ما كسبت. لا يا أرنوب، ما تقولش كده. تعبك ما ضاعش ولا حاجة، انت استفدت حاجات كتيرة جدا غير الجايزة. صح يا زوزو، واتعلمت حاجات كتير واتعرفت على أصحاب جديدة، كل دي مكاسب. تفتكر مين ممكن يعمل كده؟ دي أمانة، ويطمع في حاجة مش بتاعته. اكيد حد لقاها وطمع فيها. لا يا سنجوب، مستحيل حد يعمل كده ويخون الأمانة. يا جماعة، أنا عاوز أقول لكم على حاجة، وأنا عارف إني غلطان، بس سامحوني. في ايه يا فلافيلو؟ ايه اللي حصل؟ بصراحة أنا لقيت البيضة الدهب بتاعت أرنوب. طب كويس، ساكت ليه من الصبح؟ اوعى تكون طمعت فيها يا فلافيلو وخنت الأمانة. للأسف يا سنجوب، كلامك صح، بس أنا عرفت غلطتي ومش هكررها تاني، ما تزعلوش مني. اهم حاجة تكون اتعلمت من غلطتك عشان ما تكررهاش تاني. أنا اتعلمت الدرس ومستحيل أكرره تاني. أنا آسف يا أرنوب، أنا آسف ليكم كلكم. وأنا مش زعلان يا فلافيلو، أهم حاجة إنك عرفت غلطتك واتعلمت منها. افتحي يا زوزو، أنا أرنوب. ازيك يا زوزو، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة، اتفضل. أنا جبتلك الأكل اللي طلبتيه زي كل يوم. ايه ده يا زوزو؟ ازاي البيت عامل كده وكل الحاجات دي محتاجة تترتب؟ تسلم ايدك، أنا مش قادرة يا أرنوب أعمل أي حاجة. ازاي يا زوزو؟ أمال طول اليوم بتعملي ايه؟ أبدا، بصحى من النوم وبفضل قاعدة على الكنبة بتفرج على التلفزيون واكل طول اليوم لغاية لما انام. ازاي بس يا زوزو؟ ده احنا لما بنصدق ناخد الأجازة من المدرسة علشان نلعب ونعمل رياضة ويبقى يومنا كله نشاط. حرام عليك يا أرنوب، أنا لما بصدق أخد أجازة عشان أفضل قاعدة كده في البيت أتفرج على التلفزيون من غير ما أعمل أي حاجة. ده كلام برضو يا زوزو، ده احنا بمناسبة الأجازة قررنا إننا هنعمل يوم رياضي ولازم تشاركي معانا. لا سيبني يا أرنوب، روحوا انتوا وانبسطوا وأنا هفضل قاعدة هنا. خلاص، اللي يريحك يا زوزو. خلاص كده كل حاجة بقت جاهزة ولا لسه ناقص حاجة؟ لا، أعتقد إن احنا جهزنا كل حاجة لليوم الرياضي. أنا متحمس قوي. وأنا كمان هيكون يوم كله نشاط وحيوية وجري بقى وكده. بس في حاجة هتكون ناقصة ومش عارف هنحلها ازاي. ايه هي؟ زوزو مش عاوزة تشارك معانا وفاكرة إن الأجازة كلها نوم وأكل وإنها تتفرج على التلفزيون وبس من غير ما تعمل أي حاجة. دي مشكلة كبيرة فعلا. طب حد عنده فكرة إزاي نحل المشكلة دي؟ أنا عندي فكرة هتتعلم منها زوزو درس عمرها ما هتنسيه. طب يلا قول لنا بسرعة، ايه هي؟ ازيك يا بلبل؟ ما شفتش أرنوب؟ أنا ما شفتوش النهاردة خالص. انتي ازيك يا زوزو؟ فينك؟ بقالك كتير قوي ما بنشوفكيش من ساعة ما أخدنا الأجازة. أنا من ساعة ما أخدت الأجازة وأنا مش بعمل أي حاجة غير إني أنام وأتفرج على التلفزيون. حتى الأكل كنت متفقة مع أرنوب يجيبوا ليا كل يوم، بس النهاردة ما جاش. انتي كده تتعبي من الكسل ده وصحتك كمان تتأثر. لازم تتحركي وتعملي أنشطة مختلفة وحاجات لذيذة. هي الأجازة مش معمولة للكسل. انت بتقولي نفس كلام أرنوب. أنا دلوقتي جعانة ومش لاقي حد يجيب لي أكل. ممكن تجيب لي أكل يا بلبل؟ للأسف مش هينفع يا زوزو، أنا عندي مشاوير كتير ولازم أخلصها. بس أنا جعانة قوي وتعبانة قوي كمان. لازم تعتمدي على نفسك يا زوزو وتجيبي الأكل بتاعك بنفسك. التعب اللي انت فيه ده نتيجة الكسل، وانت مش بتتحركي خالص وطول الوقت قاعدة أو نايمة. انت بتقولي نفس كلام أرنوب. أنا هروح أدور على أرنوب أسهل. أنا لو منك بدل ما أضيع وقت في إني أدور على أرنوب أستغل الوقت ده في إني أجيب لنفسي الأكل وآكل بدل ما أنا جعان. خلاص كده كله جاهز؟
قبل ما نبدأ كله فهم المسابقة هتكون في اليوم الرياضي ازاي؟ ايه ده؟ بصوا مين جاي هناك. دي زوزو. برافو عليك يا زوزو. ايه النشاط والحيوية دي كلها؟ أيوة، أنا قررت إني هشارك معاكم في اليوم الرياضي كمان. شطورة يا زوزو، وتعلمت الدرس بسرعة كمان. ده حقيقي يا أرنوب، لما خرجت عشان أعتمد على نفسي بعد ما أنت اختفيت وما بقيتش تجيب لي الأكل، لقيت جسمي كله وجعني وصحتي بقت تعبانة جدا طول الوقت. عشان كده كان لازم أرجع وأعتمد على نفسي تاني من غير كسل. كلامك مظبوط يا زوزو، الأجازة عمرها ما كانت للكسل أو النوم، بالعكس إحنا لازم نحاول نعمل حاجات مفيدة ونستفيد بالأجازة عشان صحتنا تكون أحسن. كان يا مكان كان في قرد جعان عمال يفكر يا ترى أعمل إيه، أنا جعان قوي. لقى شجرة مليانة خوخ، طلع الشجرة وجاب أكبر خوخة، وهو ماشي في طريقه وقبل ما ياكل الخوخة لقى الأرض مليانة ذرة. أخد عود كبير مليان ذرة وساب الخوخة وقال أكيد هشبع أكتر لو أكلت الذرة. وهو ماشي لقى بطيخة، قال لنفسه أكيد البطيخ أكبر وهيشبعني أكتر. ساب من إيده الذرة وأخد البطيخة. وهو ماشي في طريقه لقى أرنب، قال الله أنا هجري ورا الأرنب وامسكه، ده أكيد لحمه جميل ولذيذ وفروته كمان هتدفيني. فضل يجري ورا الأرنب لحد ما الليل جه وما بقاش شايف الأرنب. روح بيته وهو جعان وقال لنفسه لو كنت رضيت بالخوخة أو الذرة أو حتى البطيخة ما كنتش هبقى جعان دلوقتي. وادي آخرة الطمع. وتوتة توتة فرغت الحدوت. كان يا مكان في قديم العصر وقديم الأوان حيوانات كتير عايشين في سلام مع بعض في الغابة. وفي يوم من الأيام مامة الفيل صحته وقالت له صباح الخير يا فلفول، يلا يا حبيبي علشان تفطر. رد عليها فلفول لا يا ماما، أنا مش عاوز آكل، أنا عاوز أخس زي كل حيوانات الغابة. ومشي فلفول وهو حزين. قابل في طريقه الأرنب ولقى عمال يتنطط. قال بينه وبين نفسه يا بختك يا أرنب، انت خفيف ورشيق وعمال بتتنطط. وهو في طريقه قابل العصفورة وهي عمالة تطير من شجرة لشجرة، عمال يبصلها بحزن ويقول في باله يا بختك يا عصفورة. كمل طريقه وهو ماشي قابل الحمار المخطط والغزالة، قالوا له تعالى معانا نعوم في البحيرة يا فلافيلو. رد عليهم فلفول وقال لهم أنا مش عاوز أعوم، أنا أصلا كرهت جسمي الكبير وتقلي، كان نفسي أبقى خفيف ورشيق زيكم. رد عليه الحمار الوحشي وقال له إزاي بس يا فلافيلو، إزاي بتكره جسمك الكبير، ده هو ده مصدر قوتك، أنت تقدر تعمل حاجات بجسمك محدش في الغابة يقدر يعملها. رد عليه فلفول أنا مش فارق معايا قوتي، أنا عاوز أبقى خفيف وألعب زيكم. ردت عليه الغزالة بكرة هتعرف إن كلامك ده غلط يا فلافيلو. وفي يوم من الأيام كان في مطر شديد، كل الحيوانات استخبت في الكهف ما عدا الزرافة لأنها طويلة مش هتعرف تدخل الكهف. وبعد شوية جت عاصفة شديدة وقعت صخرة كبيرة قوي قفلت بيها باب الكهف والحيوانات كلها اتحبست. جريت الزرافة على فلافيلو وقالت له مفيش حد غيرك هيعرف يحرك الصخرة دي يا فلافيلو. وفعلا قدر فلافيلو إنه يزق الصخرة بجسمه الكبير وقوته ويخرج كل الحيوانات. الحيوانات شكرته وقالت له لولاك كنا هنفضل كلنا محبوسين يا فلافيلو، احنا فخورين إن عندنا صديق قوي وجميل وحنين زيك. أول ما لقانا في مشكلة جري علشان ينقذنا. ومن ساعتها فلافيلو عرف إن قوته في جسمه اللي ما كانش عاجبه وإن ربنا مديله نعمة مش مديها لأي حد. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. كان يا مكان في قديم العصر والأوان كان في دب شرير عارف إن الأسد عيان، جمع حيوانات الغابة كلهم وقال لهم الأسد عيان وهيموت وأنا هبقى ملك الغابة. كل الحيوانات خافت إن الدب الشرير يحكمهم ويتحكم فيهم. جريت الغزالة على الأسد علشان تطمن عليه وجابت له أكل علشان يتغذى يمكن ده يساعده على الشفاء. جمع الدب الحيوانات علشان يقول لهم على جدول طلباته، مين اللي هيجيب له الأكل ومين اللي هيظبط له بيته وينظفه ومين اللي هيشوف طلباته كلها. زعلوا الحيوانات وراحوا يطمنوا على الأسد وحكوا له كل اللي الدب عمله. جه الدب وشافهم وهم بيتكلموا مع الأسد، زعق لهم طبعا وقال لهم امشوا بسرعة وكل واحد فيكم يعمل اللي طلبته منهم وإلا حسابكم معايا هيبقى عسير.
جريوا الحيوانات وهم خايفين من عقاب الدب. وهم في طريقهم القرد فكر وقال لهم أنا عندي فكرة حلوة جدا. إيه رأيكم نجيب دكتور شاطر يعالج الأسد وساعتها هيخف وهيرجع تاني ملك الغابة. راح القرد وجاب الدكتور وراح للأسد، والدكتور ادى الأسد حقنة علشان تخففه بسرعة. عدت الأيام والأسد خف والحيوانات كلها فرحت بشفاه. الدب جه ولقى الحيوانات واقفين مع الأسد وقالوا له الأسد خف خلاص وإحنا ما بقيناش خايفين منك. الأسد قال له انت حسابك معايا كبير يا دب. الدب رد عليه وقال له أنا كنت بهزر يا ملك الغابة، سامحني. الأسد قال له انت كذاب وتستحق العقاب، وراح واكل الدب. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. كان يا مكان كان في بطة نايمة ومغمضة عينيها. العصافير كانوا واقفين على الشجرة وعمالين يزقزقوا بصوت عالي. البطة فتحت عينيها وقالت لهم من فضلكم هدوء شوية، عاوزة أنام. قالوا لها إحنا أسفين، وفعلا بطلوا زقزقة. البطة غمضت عينيها. الضفادع تحت الشجر قالوا يا الدنيا حر قوي النهاردة، يلا ننزل نعوم في المية. وقعدوا يلعبوا ويزقوا بعض. البطة صحي وقالت لهم من فضلكم هدوء شوية، عاوزة أنام. الضفادع اتأسفت للبطة وبطلت لعب ودوشة. يا دوب لسه البطة مغمضة عينيها طلعت الناموسة من ورا الشجرة. اتعصبت البطة وقالت لها لو أقدر أقوم كنت قمت ضربتك بمنقاري. إيه الزن ده كله؟ واستغربت العصافير والضفادع هي البطة ليه مش قادرة تقوم. لقوا البطة قاعدة على البيت وفهموا هي ليه ما كانتش قادرة تقوم. العصفورة قالت لو الناموسة ما سكتتش أنا هخبطها بمنقاري. والضفدعة قالت دي الناموسة دي أكلتي المفضلة، لو ما سكتتش هاكلها بلساني الطويل. خافت الناموسة وقالت وعليا من ده بإيه، وراحت طارت بعيد. والدنيا هدوء وفجأة سمعوا حاجة بتتكسر. لقوا البيض اللي تحت البطة فقس وطلع منه بط صغير وعمال يصوصو ويعمل دوشة. العصافير قالت لهم هدوء من فضلكم، البطة الكبيرة عاوزة تنام. لكن البطة الكبيرة ردت على العصافير وقالت لهم سيبيهم، أنا بحب أسمع صوت ولادي، أنا بحب ولادي أكتر من أي حاجة في الدنيا. عارفين ليه؟ علشان هي ماما، وماما بتحبنا أكتر من أي حاجة في الدنيا. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. كان يا مكان في قديم العصر وقديم الأوان كان في أسد صغير طلب من باباه إنه يعمل لهم مسابقة هو وحيوانات الغابة علشان يتسلوا. الأسد قال لهم المسابقة هي إن كل واحد فيكم هيدور على أكله ولازم يجيبه ويجي عندي خلال ساعة، واللي هيتأخر أو مش هيعرف يجيب أكله بنفسه أنا هاكله. وافقوا الحيوانات وكل واحد فيهم جري علشان يلحق يجيب أكله بسرعة قبل ما الساعة تخلص. القرد كان واقف على الشجرة سمع كلام الأسد كله وقال أنا أولى بالجايزة، أكيد الأسد هيدي جايزة للي هيجي أسرع واحد وأول واحد. أنا هجري بسرعة عشان ألحق أجيب الأكل قبل كل الحيوانات. الزرافة راحت لمامتها وطلبت منها إنها تطلع على ظهرها علشان تطول الشجرة العالية الكبيرة قوي وتجيب منها ورق الشجر وكمان تجيب منها تفاحة علشان تروح بيهم للأسد. والضبع راح الصحراء علشان يدور على فار يصطاده علشان ياخد لحمه ويروح بيه كمان للأسد. والأرنب راح على مزرعة الجزر وجاب جزرة وراح بيها للأسد وراح يجري بيها بسرعة علشان يوري الأسد أكله. والأسد الصغير اصطاد بقرة صغير وجاب لحمتها وجي يجري علشان يفرح باباه ويقول إنه أول واحد وصل ومع أكله. كل الحيوانات جريت ووصلت قبل الميعاد فرحانين بتعبهم واعتمادهم على نفسهم. بس للأسف ما لقوش الأسد، سابوا أكلهم كلهم في الغابة وقعدوا يدوروا عليه. القرد شافهم وهم ماشيين بيدوروا على الأسد، جري على الأكل بتاعهم بسرعة وخده وخباه عنده في البيت. جه الأسد مع الحيوانات وما لقاش الأكل اللي هم عمالين يقولوا إنهم اصطادوه. قال للحيوانات فين الأكل اللي قلتوا إن انتوا جبتوه واصطادتوه؟ استغربوا الحيوانات ازاي اختفى الأكل كده فجأة. لقوا القرد جاي ومعاه موز وقال للأسد شفت يا أسد أنا اللي كسبت، يلا بقى اديني الجايزة. رد عليه الأسد تمام بس أنا لازم أسلمها لك في بيتك. رد عليه القرد لا بيت إيه، سلمها لي هنا. أصر الأسد إنه يروح بيت القرد وفعلا أول ما راح لقى كل الأكل اللي القرد سرقه. الأسد قال للقرد عقابا ليك على اللي انت عملته أنا هاكلك عشان تبقى عبرة لأي حد يسرق مجهود غيره. وتوتة توتة
فرغت الحدوتة. كان يا مكان كان في ثعلب كسلان مش عاوز يساعد ولا يشارك حيوانات الغابة في أي حاجة. وفي يوم من الأيام جمع الأسد كل الحيوانات وطلب منهم يبنوا سد علشان يحوشوا فيه المية، علشان ده موسم المية. وافق كل الحيوانات وابتدوا في حفر السد إلا الثعلب المكار. كل يوم يقول لهم أنا تعبان، رجلي بتوجعني، مش هقدر أساعدكم النهاردة، خليني بكرة. لحد ما خلصوا بناء السد وهو ما ساعدهمش في أي حاجة. جه الثعلب بالليل بعد ما كل الحيوانات ناموا وقعد يشرب من المية الموجودة اللي كل الحيوانات تعبت في بناء السد علشان يقدروا يحوشوها، وهو عمال يشربها على الجاهز. قعد الثعلب يشرب من المية كل يوم، والمية كل يوم عمالة تنقص لحد ما الحيوانات لاحظوا إن المية عمالة بتقل يوم بعد يوم. راحوا للأسد وقالوا له إحنا شاكين إن في حد بيشرب من المية من ورانا. فقرر الأسد يحط القرد حارس على السد علشان يعرف مين اللي بيعمل كده. الثعلب لما جه يشرب لقى القرد، قال له إيه رأيك يا قرد أديلك العسل ده كله وتسيبني أشرب بس من غير ما تبلغ الحيوانات؟ وافق القرد وقال للأسد والحيوانات أنا راحت عليا نومة وما شفتش مين اللي شرب من السد. فكر القرد الحكيم في فكرة حلوة وقال أنا هفكر لكم في فكرة نقدر بيها نعرف مين اللي بيخدعنا وبيشرب من ورانا. إحنا هنحط صخرة وعليها سمغ، اللي هيروح يشرب رجليها تلزق في الصخرة ومش هيقدر يتحرك، وساعتها هنعرف مين اللي بيعمل كده. وعرفوا إنه الثعلب، وقرر الأسد طرد الثعلب من الغابة علشان مكره وكسله وخداعه. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. أنا زهقت من العشة، أنا هقعد برا في الغابة في الهوا والشمس وهنام شوية لحسن أنا تعبانة قوي. ايه ده؟ ايه اللي الفرخة البيضة بتعمله ده؟ ايه اللي بعتها بره العشة؟ هي مش خايفة على نفسها ولا خايفة على البيض بتاعها من الثعلب؟ يا ديك تعالى شوف الفرخة البيضة مهملة ازاي. دي مش خايفة على نفسها ولا على البيض اللي قربت تفقسه. وانت مالك يا فرخة يا بني؟ انت جاية تفتني عليها؟ أنا غلطانة لأني خايفة عليها وعلى أطفالها وجاية أقولك عشان تلحقها قبل ما الثعلب يأذيها ويأذي ولادها. هو أكيد مستني إنها تفقس عشان ياكلها وياكل ولادها. أنا رايحة عشتي أهتم بالبيض لحد ما يفقس وأخد بالي عليه. لما أروح أشوفها بنفسي. ده صحيح، الفرخة البيضة نايمة برا العشة وعرضة هي وأطفالها للخطر. أنا لازم أديها درس علشان تبطل إهمال تاني، وهروح للفرخة البني وخليها تاخد عندها الكتاكيت أولاد الفرخة البيضة. لما تفقس أنا هروح أتفق معاها. اللي رجعك تاني يا ديك؟ عاوزك تاخدي عندك الأولاد الصغيرين، لما تفقسهم أنا عارف إنك هتاخدي بالك عليهم لأنك مش مهملة زيها. يلا بقى يا حلوة افقسي علشان اكل الكتاكيت الصغيرين دول، هيبقوا طعمهم حلو قوي ولذيذ. ايه ده؟ احنا جعانين قوي، ماما لسه نايمة مش مجهزة لنا اي اكل. تعالوا هنا يا حلوين، اخيرا وصلتم بالسلامة. اهربوا بسرعة يا كتاكيت، هتلاقوا بيت كبير ادخلوا فيه بسرعة واستخبوا لحد ما اجيلكم. اما انت بقى يا ثعلب تعالالي لما انقرك بمنقاري. لما اروح بقى بسرعة للفرخة البني علشان اطمن على الكتاكيت. الحمد لله وصلوا بيت الفرخة البني ودلوقتي هم في امان. يلا بينا يا ديك نروح ننقذ الفرخة البيضة من الثعلب بسرعة، اكيد دلوقتي هيروح ياكلها بدل الكتاكيت. ايوه عندك حق، يلا بينا بسرعة. ايه ده؟ الثعلب جاي ناحية الفرخة البيضة. روح انت للفرخة البيضة نبهيها وخليها تجري معاكي بسرعة، وانا هروح للثعلب وربنا يستر. يلا بسرعة يا فرخة يا بيضة، الثعلب كان هياكل اولادك ولما الديك هربهم جاي دلوقتي عشان ياكل جدتي. انتي بتكدبي عليا، تلاقيكي انتي اللي اخدتي الكتاكيت بتاعتي ومفيش ولا ثعلب ولا حاجة. الفرخة البني معاها حق في كل اللي قالتهولك.
الثعلب فعلا كان هياكل الكتاكيت لأنك مهملة، وعقابا ليكي بقى هتتحبسي في العشة على طول ومش هتخرجي منها أبدا، وهتتحرمي من كتاكيتك. أنا الأسد، أقوى حيوان في الغابة، أنا الملك. ياه، نفسي أنا والأسد نكون أصحاب. لما أروح وأقول يا أسد يا أسد صباح الخير، ممكن أنا وأنت نبقى أصحاب؟ أنا وأنت نبقى أصحاب؟ ضحكتني يا فار. إزاي وأنا أقوى وأنت ضعيف؟ أنا كبير وأنت صغير. مش معنى إني صغير وفار وشكلي بالنسبة لك ضعيف إنك ما تتكلمش معايا. بقولك إيه، أنا أصحابي كلهم أسود. لما تبقى أسد ابقى تعالى صاحبني. يوم جميل ومشمس لما أطلع أدور على غزالة اصطادها، علشان أنا جعان جدا. إيه ده؟ أنا وقعت في حفرة والشبكة محوطاني من كل ناحية. أنا اتحبست في الشبكة، وبعدين هعمل إيه؟ هطلع إزاي بالشبكة دي؟ إيه ده؟ مين اللي ماشي هناك ده؟ ده الفار. يا فار تعالى هنا ساعدني، من فضلك الحقني. انت الوحيد اللي ممكن تساعدني، مفيش حد هنا غيرك. انت بتكلمني انا؟ هو في حد غيرك هنا؟ بكلمك انت طبعا. بس انا مش كبير ولا اسد وكمان ضعيف. شوف حد من اصحابك الاسود يساعدوك. ارجوك ارقد الشبكة باسنانك وخرجني، وانا اسف على الكلام اللي قلته لك قبل كده. يعني لو انقذتك وخرجتك من الشبكة هتعرف ان مفيش قوي وضعيف، وان كل واحد فينا عنده ميزة مش موجودة عند التاني، ونبقى اصحاب. اكيد. شكرا ليك يا فار. انا ما كنتش فاكر اني ممكن احتاج لك، بس فعلا كلنا بنكمل بعض. من النهاردة انا وانت بقينا اصحاب يا فار. أنا هسيبك هنا يا حبيبتي شوية، وهروح أشتري شوية حاجات من السوق. أنا هاجي معاكي يا ماما. لا يا حبيبتي، أصل السوق زحمة والجو النهاردة حر قوي. اقعدي انتي روقي البيت لحد لما أرجع. حاضر يا ماما. أنا هخلي البيت نضيف وجميل عشان ماما لما ترجع من السوق تكون فرحانة بيا. أنا هغني بقى وأنا بوضب البيت عشان أسلي نفسي وما أزهقش. هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص، فتحي يا وردة قفلي يا وردة. ايه ده؟ مين اللي بيخبط على الباب؟ معقولة ماما لحقت تخلص؟ دي لسه ماشية من شوية. لما اشوف، بس لازم اقول مين قبل ما افتح الباب. مين اللي على الباب؟ افتحي يا حبيبتي، أنا ماما. ماما؟ لا، ده مش صوت ماما. افتحي بسرعة يا حبيبتي، لحسن أنا شايلة حاجات كتير وإيدي وجعاني. أمال صوتك متغير ليه؟ مش متغير ولا حاجة، أنا بس تلاقيني أخدت شوية برد ولا حاجة. ده أكيد الثعلب المكار. دي مش ممكن تكون ماما. أكيد عاوزني أفتح له الباب عشان ياكلني. طيب أعمل إيه عشان أبعده عن هنا؟ أنا فكرت في فكرة. هخليه يروح عند بتاع الفطير، ولو بتاع الفطير شافه أكيد هيضربه. يلي على الباب، انت مش ممكن تكوني ماما. ماما رجليها لونها بيضة، لون الدقيق اللي عند بتاع الفطير اللي في آخر الشارع. طب لما أروح بقى عند بتاع الفطير أسرق منه شوية دقيق، أحطهم على رجلي عشان تفتكرني مامتها وتفتح لي بقى الباب. كويس إن بتاع الفطير مش موجود، أسرق بقى الدقيق براحتي. افتحي بقى يا حبيبتي الباب، رجلي بيضة اهو زي الدقيق، حتى افتحي كده وشوفي بنفسك. لا،
انتي برضو مش ماما. ماما كانت فروتها سودا زي ترابر فورن اللي عند الفران. لما اروح بسرعة بقى عند الفران. تعالى هنا، تعالى هنا يا ثعلب، جاي تعمل ايه عندي؟ انا هموتك من الضرب. كفاية كفاية، الحقوني الحقوني. ده صوت الثعلب بيصرخ. ده جزاءك يا كذاب يا مكار. انت كنت عاوز تضحك عليا وتاكلني وفاكرني مش شايفاك، وانا بقى ماما معلماني ما افتحش الباب لحد الا لما ابص واشوف مين الاول من الشباك. وانا شفتك كنت عارفه ان انت اللي عباك، بس كنت عاوزاك تاخد جزاءك واديك اخدته. خلاص يا فريدة، جهزتي كل الحاجات اللي محتاجاها علشان الماتش؟ ايوه يا ماما، انا حضرت كل الحاجات اللي هحتاجها وكمان حطيتها في الشنطه. برافو عليكي يا حبيبتي. بس واحنا ليه يا مامي لازم نتمرن؟ علشان الرياضة يا فريدة ليها فوائد كتيرة قوي، زي إنها بتقوي عضلاتنا وتحسن مرونة جسمنا، وكمان بتزود قدرتنا على التحمل، وتخلي عندنا طول الوقت نشاط وصحتنا تكون أحسن. أنا كمان يا ماما ببقى مبسوطة قوي وأنا بتمرن. كلامك مظبوط يا فريدة، لأنها بتخلينا نحس بالسعادة ونحس إن إحنا بنركز أحسن من العادي، وبتساعدنا على تنظيم وقتنا. طيب بقولك إيه، يلا بينا بسرعة بقى أحسن إحنا اتأخرنا قوي. حاضر يا ماما، أنا جاهزة خلاص. أنا قلقانة قوي من الماتش بتاع النهاردة. ليه بس يا فريدة؟ احنا عملنا اللي علينا واتمرنا كويس. تفتكري يا نور؟ أيوة، كل الفريق اتمرن كويس وكنا مركزين جدا، وإن شاء الله نفوز. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة؟ جاهزين للماتش؟ أيوة يا كابتن، وإن شاء الله احنا اللي هنكسب. إن شاء الله يا كابتن. طب يلا، عاوزكم شوية قبل ما الماتش يبدأ. حاضر يا كابتن. ازيكم يا أبطال؟ النهاردة يوم الماتش، كلنا مستعدين؟ بس قبل ما نبدأ محتاجين نتكلم شوية عن كام نقطة كده. احنا عملنا اللي علينا، والفريق التاني كمان أكيد اجتهد، علشان كده اللي هيفوز مننا لازم التاني يبارك له ويكون عنده روح رياضية. احنا هنعمل كل اللي علينا وهنطلع أقصى مجهود وطاقة عندنا، بس أهم حاجة نلعب بنزاهة، نحترم الخصم، نستمتع بالماتش بغض النظر عن النتيجة. بس ازاي يا كابتن؟ ازاي انبسط ان الفريق التاني هو اللي كسب؟ أيوة يا نور، لأن هي دي الروح الرياضية، ولازم تفضلوا فاكرين إن الرياضة في الأول وفي الآخر أخلاق. كلام حضرتك مظبوط يا كابتن، وكمان ضروري نحافظ على بعض، ولو خبطنا حد من الفريق التاني من غير قصد أو وقع لازم نطمن عليه ونتأكد إنه بخير ومش محتاج أي مساعدة. كلامك مظبوط يا فريدة، وده بالظبط معنى الروح الرياضية، هي إننا نساعد بعض حتى لو حد حصل له كده من فريق الخصم، ولو الفريق التاني هو اللي كسب نبارك له. يلا بينا يا أبطال، جاهزين؟ جاهزين يا كابتن. أنا مش عارفة أعمل إيه يا فريدة في اللي ميس مها طلبته مننا. مالك بس يا نور؟ دي حاجة جميلة قوي إن كل واحد فينا يطلع يكتب قصة ويطلع يقولها قدام الفصل كله. ما هو أنا خايفة يا فريدة أتلخبط أو أغلط ويفضلوا يضحكوا عليا، وبعدين أنا مش بعرف أتكلم قدام كل الناس دي. ما تقلقيش يا نور، أنا وإنتي هنفضل نتدرب سوا كتير قوي عشان تطلع كل حاجة مظبوطة، وبعدين حتى لو غلطتي مفيش مشكلة عادي، يعني ممكن أي حد فينا يغلط. لا يا فريدة، هيضحكوا عليا وهيتريقوا عليا. بقولك ايه، انا بفكر اغيب اليوم ده وخلاص والمشكلة هتتحل. لا يا نور، انت كده بتهربي وده مش صح. طب اعمل ايه بس يا فريدة؟ انا مش هعرف اعمل ده. ما تقلقيش، انا معاكي. يلا بقى يا نور، اتخيلي ان قدامك ناس كتير قوي وابدأي بقى يلا. طب استني بس، النهاردة يا اصحابي، النهاردة لا يا فريدة، انا مش عارفة اقول. يا نور لازم تثقي في نفسك يا نور وتكوني شجاعة اكتر من كده، ما تخافيش. طول ما انت خايفة مش هتعرفي تعملي اي حاجة. يلا خدي نفس وعلي صوتك وابدأي. حاضر. النهاردة هحكي لكم حكاية بنت كانت بتخاف طول الوقت انها تتكلم قدام الناس. برافو يا نور، شفتي بقى بدأتي تتحسني ازاي؟ احنا هنفضل نتدرب كده لغاية لما تنسي الخوف ده خالص. بجد يا فريدة؟
يعني أنا كويسة؟ أيوة يا نور، كويسة جدا، ولسه كل ما تتمرني هتبقي أحسن وأحسن. ربنا يخليكي ليا يا فريدة. أنا جيت يا ماما، انتي فين؟ حبيبتي الحمد لله على سلامتك، وحشتيني قوي. معلش أنا كنت في المطبخ. أنا مبسوطة قوي النهاردة يا ماما. خير يا حبيبتي، حصل إيه؟ النهاردة نور قدرت تتغلب على خوفها وطلعت قدام الفصل كله وقرت القصة بتاعتها، وطلعت جميلة جدا يا ماما. بجد يا فريدة برافو عليكي، أنا مبسوطة جدا منك علشان ساعدتي صاحبتك وفضلتي تدربيها لحد ما هزمت خوفها. وأنا كمان يا ماما مبسوطة جدا جدا، وكنت خايفة قوي إنها تتلخبط أو أي حد يضحك عليها. بس مش المفروض يا فريدة حتى لو حد عمل كده إننا نتأثر. ضروري يكون عندنا ثقة في نفسنا. وارد إن كلنا نغلط أو نتلخبط، بس أهم حاجة إننا نحاول تاني وما نستسلمش. كلامك مظبوط يا ماما. فين الأكل بقى لحسن أنا جعانة جدا؟ كله جاهز.